باش نتعدى ونفكر اللي كريم حقي مع كل احتراماتي ليه والكارير وكل شيء، كريم حقي ساو من المنتخب التونسي يلعب الا ما ياخذ بريمو في الكاليفيكاسيون تاع المونديال اللي فات. وجوارات وياسين الشيخاوي ها باش نعطيك كوليس بالكواليس ايضا سفيان. ياسين الشيخاوي نفس السيناريو تعاود في المباراة هذه مباراة الكاميرون. ياسين الشيخاوي طالب البريم زاده وحب يعرف البريم قداش ووقتاش باش ياخذوا البريم قبل المباراة. فوالا معناها عباد يعلم بها ربي في تونس. وحمادي الدو المدرب المساعد لرود كرون نفس الشيء، طلب باش ياخذ شهريته قبل ماتش الكاميرون. شوف معناها هو والمدرب المعد البدني نتاع السي اس اس اللي جاء مع رود كرون للمنتخب الوطني التونسي. نعطيك معناها الكواليس، ما نحكيو على الوطنيه ونحكيو على حب المنتخب وتضافر الجهود ومباراه هامه ومباراه حاسمه والكاليفيكاسيون باش تلعب على زوز مقابلات وجبنا انترينور وكذا ومنا والناس الكل تتجند يجيك ملاعبي اللي الناس الكل التوانسه الكل الطالب باش يرجع للمنتخب الوطني التونسي ويتصرف بالعقليه هذيا ويتصرف بالشكل هذايا، ولا مدرب جديد في التدريب في عالم التدريب ويتصرف اللي شرف اللي هو باش يدرب في المنتخب الوطني التونسي ويجي يعمل شونتاج قبل الماتش ب 48 اور ويقول تخلصوني قبل ماتش الكاميرون. انا ما نلومش على كريم حقي ولا نلوم على الشيخ بقدر ما نلوم على الانترينور ستاف تكنيك هاو التونسي مع احتراماتي للمدرب التونسي سمران. معناها اذا كان مدرب تونسي يتصرف بالطريقه وبالكيفيه هذيا هي مش كل السوابع يديك فوالا سمران فهمني يا سفيان. نخليك تواصل ممكن حليت لي اي ما يسالش مدام معناها حاب نقول لك راهو مالوريزمون ما فماش اخلاق، ما فماش ضمير، ما فماش مبادئ.